عندك تراكم. لا ده انا عندي خد من كل حاجه حاجه قليله، عشان لو كل لما بنزل جديد انت بتتابعني بالجديد، مش تاخد فاتوره كبيره وتيجي اما تاخد فاتوره كبيره تحصل عندك رواكد، فانت مش هتحصل عندي الجديد لان انت لسه عندك قديم. لا يا باشا، انا خد من عندي قطعتين ثلاثه عشان تواكب معايا الشغل، لان انا كمان لسه عامل اوردر من الصين لسه متحرك، فمنزل حاجات جامده جدا الفتره اللي جايه. خلاص الشغل عندي بلزمك باعداد كبيره، لا. وانت كعميل انا عندي دي ب 150 جنيه بباكت وكل حاجه وكواليتي. بص الكواليتي بتاعتها، بص بفضل الله. بص انا من غير ما فيش قطعان فيديو، بص السكينه عملت ايه. على فكره ما فيش حاجه اسمها ازاز ما بيتكسرش، بس في حاجه اسمها قوه التحمل اقوى. بص انت بقى كعميل بتاخد دي ب 150 جنيه اهو، البراند ده اصلا مش موجود في السوق. طب انت بقى كمحل هتاخدها بسعر حلو. انا مش ضدك، انا معاك، انا عايزك تكسب وتكسب عميلك. الاتنين عايزك تكسب الاتنين. خلينا يا جماعه ننزل جوده نظيفه السوق، بلاش جو اللي احنا عشان ينزل جوده نظيفه لازم سعرها مبالغ فيها. مش عقليه اللي الصين منتجاتهم وحشه، لا الصين منتجاتهم حلوه والله. والله الناس دي عندها ضمير، يعني الله اكبر رغم فرق الديانات